يا اهلا وسهلا بيكم يا احلى متابعين في فيديو جديد. وفي الفيديو ده هشارك معاكم مميزات جديدة في تطبيق الواتساب، علشان كده عايزكم تتابعوا معايا الفيديو للاخر علشان الكل يستفيد. وبتمنى من كل اخواتي اللي بيشاهدوا الفيديو كلنا ننزل تحت نضغط لايك للفيديو ويشتركوا معايا في القناة. انا عارف ان في بعض من المستخدمين بيشوفوا الفيديو بس ما بيضغطوش لايك، بس فعلا اللايك ده بيفرق مع القناة جدا. وبس كده يلا بينا نبدأ الفيديو. الميزة اللي انضافت معانا في تطبيق الواتساب ان احنا نقدر نضيف اي ستيكر من اي صورة من عندنا على الاستديو. كل ما علينا هنضغط على الاستديو ونختار الصورة اللي احنا عايزينها، هنضغط عليها ضغطة مطولة بالشكل ده لحد ما تنضاف معانا. وبعد كده هنطلع من الاستديو، هنروح على تطبيق الواتساب وهنضغط على الصديق وهنضيف الصورة وهتنضاف معانا كستيكر بالشكل المميز ده وبطريقة سهلة وبسيطة. وهنا حضرتك هتلاقي الاستيكرات اللي انضافت معانا. ولازم نحدث تطبيق الواتساب. علشان نحدث التطبيق هنروح على المتجر وبعد كده هنضغط على الصورة بتاعتنا وهننزل تحت خالص هنلاقي تطبيق الواتساب. ولو لقيت اي تحديث هنحدثه. وهنا اخر اصدار انا محدثه على تطبيق الواتساب 23.5.78. ده آخر إصدار أنا محدثه علشان الميزة تنضاف معانا. الميزة رقم 2 معانا، جالي تعليق من بعض الأصدقاء بيقول لي لما باجي أعمل مكالمة على تطبيق الواتساب مع أي صديق من طريق الشريحة أو نت الشريحة أو من خلوي، حضرتك المكالمة بتقطع معايا وعايز أحل المشكلة. والمشكلة دي حلها بسيط جدا. كل ما علينا هنضغط على الإعدادات بالشكل ده، وهنا حضرتك هنضغط على خلوي من هنا، وهنضغط على خيارات البيانات الخلوية من هنا، وبعد كده هنضغط على الصوت والبيانات بالشكل ده. وهتلاقي العلامة هنا على 3G هنخليها على 4G وهنفعل الاختيار ده. وبعد كده هنطلع من الإعدادات وهنقفل الهاتف بتاعنا وهنفتحه تاني. وهنا حضرتك هنكلم أي صديق وإن شاء الله هتلاقي المشكلة اتحلت معانا. وبس كده هيكون فيديو سريع، وبتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والمتابعة، وأشوفكم دايما على خير بإذن الله.